انتشرت خلال الساعات الأخيرة أنباء عن ارتباط المطرب أحمد سعد واستعداده لعقد قرانه من فنانة شابة، ورفض الفنان أحمد سعد لحد دلوقتي الكشف عن هويتها. وبحسب التقارير الإعلامية أحمد سعد قرر إنه يعلن عن ارتباطه بالشكل المناسب في الوقت المناسب، لكن تعليق تامر أمين الإعلامي اللمع المعروف ما كانش مناسب تماما. وعن الأنباء دي قال تامر: دي الخمسة يا سعد، أحمد سعد بيتجوز في أسبوعين وبيطلق في 3 أسابيع، ربنا يهنيه، هو حر، هو اللي بيتجوز مش إحنا. وسبق للفنان أحمد سعد الزواج 4 مرات، كانت أم أولاده أحمد وجودي لبنى بيومي، لكن الزواج ما استمرش ووقع الطلاق بينهم 3 مرات متتالية، واحتفظ الثنائي على علاقة الود والاحترام عشان الأولاد. وكشف الفنان أحمد سعد عن خطوبته من الفنانة ريم البارودي سنة 2011، لكن العلاقة شهدت عدة أزمات، ونفت الفنانة ريم البارودي إن الزواج تم في السر، لكن الفنان أحمد سعد قطع الشك في المسألة دي وأكد إن الزواج تم واستمر لمدة 6 أيام فقط، وبعد كده حصل الانفصال. وبعد كده أحمد سعد قرر الزواج للمرة الثالثة، والمرة دي من الفنانة سمية الخشاب سنة 2017، واستمر الزواج بينهم لمدة 2 عام فقط. بعدها قامت خلافات بينهم فتم الانفصال بعد 2 عام. المرة الأخيرة كانت من مصممة الأزياء علياء بسيوني في شهر أغسطس سنة 2021، وأنجب منها بنتين وهم علياء ومريم، واستمر الزواج تقريبا برضه لمدة 2 عام، وتم الانفصال بينهم بعدها. تفتكر بقى مين الفنانة الشابة دي؟ وهل أحمد سعد هيعلن دلوقتي ولا لأ؟ قول لنا في الكومنتات.